بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله رب العالمين النهارده هنحل اختبر نفسك كتاب الأضواء على الدرس الأول والثاني والثالث، كذلك كتاب سلاح التلميذ. نقول الدعاء بتاعنا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم الصعب إن شئت سهلا. أولا اختر الإجابة الصحيحة. أي مما يلي يمثل كسر وحدة؟ قلنا كسر وحدة هو إيه؟ الكسر الذي بسطه واحد. طب ده كسر بسطه واحد؟ لا، ده إيه؟ تلتين. ده ده البسط بتاعه واحد. قلنا البسط هو اللي من فوق، يعني ده كسر وحده، ده مش كسر وحده، ده مش كسر وحده، ده المقام، لكن ده البسط. تاني واحد: الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء المظلل في النموذج ده. انا عندي هنا الجزء المظلل، عندي واحد اتنين تلاته، دول مظللين، فبكتب الجزء على الكل. الكل كام؟ دول تلاته اربعه خمسه، يبقى ثلاث اخماس. فين ثلاث اخماس؟ اهي. اوعى تغلط، دي خمس ايه؟ خمسه على التلاته. تلاتة: عدد الأنصاف في الواحد الصحيح. قلنا الواحد الصحيح عبارة عن أي رقمين شبه بعض، يعني واحد فيه كم نص؟ ممتاز. في نصفين، في ثلاث أثلاث، أربع أرباع، خمس أخماس. أربعة: عدد كسور وحدة التي تكون الكسر خمس أتمام. قلنا لما يديني سؤال زي كده بيسألك عن عدد كسور الوحدة، خد البسط اللي هو العدد بتاعهم اللي هو خمسة، يبقى الحل هنا يساوي خمسة. بس اوعى تغلط تقول لي مستر هحلله. لا، انا مش عاوز تحليل هنا، هو بيسالك عن عدد كسور وحده. يعني ايه عدد كسور وحده؟ يعني هنا ايه؟ تمن زائد تمن كم مره؟ خمس مرات. ممتاز. ادي 2 3 4 5. انا مش هقدر اكتبه كده لو طلب مني المعادله، لكن بيسالك هنا ايه؟ عن عدد كسور وحده. 5: سبع زائد سبع زائد سبع. المقدار بتاعنا بنزل المقام ماليش دعوه بيه، بجمع فوق يديك 3، يبقى ثلاث اسباع. ثانيا اكمل ما ياتي. عدد كسور وحده في الكسر ده. المفروض تكون ركزت معايا وفهمت عدد كسور وحده، يبقى اخد ايه؟ ممتاز جدا، 4. يبقى عدد كسور وحده البسط. 2: الكسر الاعتيادي الذي مقامه 4 وبسطه 3. قلنا البسط اللي هو العدد من فوق، والمقام هو العدد من تحت، يبقى ثلاث ارباع. بعد كده رقم 3: عدد كسور وحده التي تكون الكسر 6 أتساع. 6 أتساع اهو، يعني 6 على 9. عدد كسور وحده يبقى اخد مين؟ اخد البسط، يبقى الحل 6. السؤال بعديه: انزل مين؟ انزل المقام. ربع زائد ربع زائد ربع، يبقى كام كده؟ 1 2 3، يبقى حل كام؟ ثلاث ارباع. ممتاز، بحل ومركز معايا. رقم 5: الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء المظلل في النموذج ده. تعال نعد مع بعض. انا عندي 1 2 3 4 5 6 7. حلو، 7 على كلهم كام؟ 8 9. يبقى 7 أتساع. ثالثا أجب عما يأتي. اكتب معادلة التكوين التي تعبر عن أجزاء المظللة في كل ما يأتي مستخدما كسور وحدة. طب تعالوا نعد مع بعض كده. أنا عندي 1 2 3. طب حلو، 3 كلهم كام؟ 4 5 6. حلو قوي. تعال نبص كسور وحدة اللي هكتبهم. أقول له سدس زائد سدس زائد سدس. كام سدس كده؟ ثلاث أسداس. تعال نبص المسألة بعد كده. أنا عندي كام واحد؟ أنا عندي 1 2، يبقى هنا 2 على كلهم كام؟ 3 4 5 6 7 8 9 10. ده نحل مع بعض. يبقى هنا ايه؟ 10 زائد 10، ادي 20. تعال نخش على التدريب التاني مع بعض. اختبر نفسك كتاب الاضواء على الدرس الثالث. اولا اختر الاجابه الصحيحه. ابص هنا السؤال، دي الاجابه بتاعتي اللي هي 5 اسباع. اداني ثلاث اسباع زائد كام؟ طب انزل هنا 7، يعني اقول له هنا ايه؟ كام زائد 3 يساوي 5. ممتاز جدا، قال 2، يبقى 70. برافو عليك. 2: أي مما يلي يمثل كسر وحدة. ركز كده. ده ولا ده ولا ده ولا ده. ممتاز. اللي قال لي ايه؟ اللي قال لي الاولاني 9. كسر وحده قلنا البسط بتاعه 1، لكن البسط هنا 2، البسط هنا 4، البسط هنا 7. بنزل مين هنا؟ ممتاز، بنزل الاربعه. اجمع فوق. 1 2 3، يبقى ثلاث ارباع. ممتاز جدا، نركز وحل معايا. 4: عدد كسور الوحده المكونه للكسر ده. كام واحد؟ ايوه سامعك يا بطل. ايوه اللي قلت لي 3. برافو عليك، ممتاز. 5: ثلاث أسباع زائد 70 زائد 7. هي ناتج تحليل الكسر مين؟ يعني عاوز جمعهم.
اجمع كده 3 و2 5، 5 و1 برافو عليك 6، يبقى 6 أسباع. ثانيا أكمل ما يأتي. أكسر اعتيادي الذي مقامه 4 وبسطه 3، بنزل مين؟ البسط اللي هو كام؟ برافو عليك 3، المقام كام؟ 4، برافو عليك يا ممتاز. السؤال بعد كده، عدد الأثلاث في الواحد الصحيح، الواحد الصحيح فيه كام تلت؟ برافو 3. هنا اللي بعد يساوي ده الحل. طب حلو قوي، المقام 10 فهنا نازل 10، فالمسألة ماشية كده. أقول هنا الرقم ده بجمع دول 1 و2 3، 3 و2 5، 5 زائد كام يساوي 8؟ بعد 5 6 7 8، يبقى كام؟ برافو عليك اللي قلت لي 3. تعال نحل السؤال بعد منه، يلا بطل بسم الله. قال لي الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء المظلل في النموذج ده كم واحد مظلل؟ 2 على كلهم كام؟ برافو عليك كلهم 4. 5 5 أتمام بيساوي تمن زائد تمن زائد كام؟ ده الحل. فمش كده بالنسبة لنا نازل 8. بقول 1 1 2، 2 زائد كام يساوي 5؟ برافو عليك اللي قال لي 3. ممتاز ومركز معايا. ثالثا أجمع ما يأتي. اكتب الكسر الاعتيادي الذي يمثله كل نموذج ثم حلل الكسر مستخدما كسر وحدة. تعد معايا، أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7، دول 7 كلهم كام؟ 8 9 10 11 12. طيب عاوز احللهم لكسور وحده، يعني ايه كسور وحده؟ يعني اخلي البسط كام؟ سامعك يا بطل اللي قلت لي خلي الكسر ايه؟ البسط واحد. يعني اقول له انا ايه؟ ادي عندي 1 على 12 1 2 3 4 5 6 ادي 7. طب تعال نبص مثلا بعد كده 1 2 3 4 على كلهم كام؟ 5 6 7 8 9. يعني اقول له ايه؟ 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9، كده ايه؟ 4 أجزاء. يلا بينا نخش على النموذج اللي بعد كده، يلا بينا يا بطل. أسئلة من امتحانات الإدارات كتاب سلاح التلميذ حل الدرس الثالث. يلا أول سؤال، اختر إجابة صحيحة من بين إجابات الموضوع. أي مال يمثل كسر وحدة؟ بص كده عليهم. أيوه يا بطل، تقول لي مستر 1 على 10 ده كسر وحدة. طب إيه الشكل ده؟ ده اسمه عدد كسري، هناخده الحصة الجاية إن شاء الله. ده اسمه عدد كسري. طيب تعال نخش على بعد كده. 5 على 8 كسر اعتيادي، بسطه يعني يسألك فين البسط؟ البسط اللي فوق ولا تحت؟ ممتاز، البسط اللي فوق، يبقى هنا ايه؟ 5. ممتاز جدا. يلا السؤال بعد منه. خمس زائد خمس زائد خمس، انزل مين المقام؟ انزل 5. اجمع فوق 1 و1 و1 يبقى كام؟ برافو عليك 3، يبقى 3 أخماس. ممتاز جدا. انا ما بجمعش المقام، اوعى تجمع من تحت، المقام بيقعد زي ما هو. يعني هنا المقام هنا بنزله 4، اجمع فوق 1 و1 و1 بيساوي كام؟ برافو عليك 3، يبقى 3 أرباع. ممتاز جدا اللي بيحل معايا. 5 أي التعبيرات الرياضية الآتية له نفس قيمة الكسر 4 على 5. طب تعال بص المسألة هنا، 1 و1 و1 بيساوي كام؟ يساوي 3 أخماس. طب دي 4، يبقى لا دي ما ينفعش دي. طب تعال نجمع دول، 1 و1 2، 2 و3 يبقى 5، 5 على 4 لا يبقى 5، دي ما ينفعش دي. طب تعال نبص دي، اجمع دول 1 و1 2، 2 و2 4 والمقام 5، يبقى هي دي. يبقى هنا رقم باء. لكن حضرتك دول لو جمعت 4 و4 8 و4 يبقى ايه 12 و4 يبقى 16، ما تنفعش خالص. السؤال بعد كده بيقول لي عدد كسور وحده التي تكون الكسر ده 2 على 3. عدد كسور واحده اخد مين؟ برافو عليك اخد البسط، البسط اللي هو كام؟ ممتاز اللي قال 2. تعال نبص هنا، قال لي 1 بيساوي سبع زائد سبعين زائد كام؟ طب هنا الواحد ده عباره عن كام على كام؟ سمعك يا بطل قلت لي 7 على 7، اي رقمين شبه بعض. طب ليه مستر خدته 7 على 7؟ لان المقام هنا 7. طيب ابص هنا، اجمع دول يديك 3، 3 وكام يديك 7؟ سامعك يا بطل قلت 4، يبقى ايه 4 على 7 يبقى 4 أسباع. 2 اكمل ما يلي. اول حاجه بنزل المقام اللي هو 8، اجمع فوق 1 و1 و1 يبقى كام؟ ممتاز جدا لقى لي 3. طيب هنا اعمل ايه؟ انزل مين؟ ممتاز الخمسه، ده الحل، ده الناتج. بقول كام زائد 2 بيساوي 4. ايوه يا بطل برافو عليك 2. طيب نفس الكلام، المقام هنا كام؟ ايوه 10، برافو. الناتج اهو صح؟ ماشي. اجمع دول يديك 3، 3 وكام يديك 5؟
اه يا برافو عليك يا بطل، اللي قال 2. حلو. الواحد ده عباره عن كام على كام؟ ايوه يا بطل، يبقى 6 على 6. طب حلو قوي، المقام هنا 6. بقول 1 زائد كام يديك 6؟ ايوه سامعك يا بطل، 5. يبقى 5 اسداس زائد سدس يساوي 6 اسداس. ها، الكسر الاعتيادي الذي مقامه 4 وبسطه 3، يبقى ايه البسط كام؟ برافو 3 والمقام 4. احنا قابلنا السؤال ده مرتين في كتاب الاضواء. السؤال بعد منه، عدد الاخماس في الواحد الصحيح. الواحد الصحيح فيه كام خمس؟ اه 5. طب فيه كام نص؟ نصين، نصفان، 3 اثلاث، 4 ارباع، 5 اخماس. حلو قوي. عدد كسور الوحده التي تكون الكسر الاعتيادي ده اللي هو 5 على 8 يعني 5 2. كسر الوحده اخد مين؟ عدد كسور الوحده اخد ايه؟ برافو عليك يا بطل، اخد مين؟ 5. ممتاز. السؤال بعد منه، اجمع ما يلي حل الكسر الاعتيادي ده 3 اخماس. هنحلله. بس هنا ما قاليش حلله كسور واحده ولا حلله عادي، فانا هحلله كسور واحده. يعني اقول له هنا خمس زائد خمس زائد خمس يعني 3 اخماس. واحد يقول لي مستر مش هحلله كده، هقول له مستر احلله عباره عن خمسين زائد خمس، اقول له برضه كلامك صحيح. طيب، قطعت سميره كعكه الى 8 اجزاء متساويه واكلت جزء واحد منها. ما الكسر الاعتيادي الذي يمثل ما اكلته سميره؟ سميره اكلت كام جزء؟ اكلت جزء واحد. طب كلهم كام يا جميل؟ تقول لي مستر كلهم 8. يبقى هنا ايه؟ كانت تمن. احنا كده خلصنا الجزء بتاعنا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ربنا يفرحكم باولادكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.